السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا سعداء وهانيين. كيما راكم تشوفوا الوصفه تاع اليوم عباره على برياني تاع الدجاج. وصفه حقيقه ولا اروع. الوصفه هذه ديتها من عند وحده باكستانيه. يعني عطاتني الوصفه من القلب ونقدم لها تحيه. الوصفه تاع اليوم راها فيها يعني كل اسرار باش يجيك البرياني ناجح. واحسن احسن احسن بزاف كي تذوقوا البرياني هذا اللي ديروه في الدار. صدقوني مش راح يعجبكم تاع المحلات مره اخرى، لانه صح احسن بزاف، احسن بزاف من تاع المحلات. وتابعوني نبداو في الوصفه ونبداو على بركة الله. الوصفة تاع اليوم أول شي نحتاجو الدجاج، طبعا الكمية اللي متوفرة عندك وعلى حسب عدد أفراد الأسرة. ونضيفو لها ليمون، نحتاجو ملعقة كبيرة تاع الزبادي، الياقورت الطبيعي من غير أي منكهات، ملح. طبعا الدجاج حنا نعرفو الدجاج يحتاج الملح وكمية شوية زايدة. خلي الدجاج تاعك يتشبع من الملح باش يجي بنين. من بعد نتيا خاطر مه الدجاج راكي لا اله الا الله محمد رسول الله كي يطيب في لاصوص وتحطيه على الروز وكلش الملح راح ينقص، بصح الدجاج تاعك يجي بنين كي ديري له الملح نوعا ما زياده. ثاني شي توابل البرياني، توابل البرياني تاع الدجاج. هذه تحطي منها كميه يعني كبيره، لانه من بعد ماناش غنحطو في لاصوص. هذا هو التوابل اللي راح نحتاجهم. حطيت ملعقه كبيره ونص، طبعا على حسب كميه الدجاج. دركا فوق التابل هذايا، يعني هذا هو اهم تابل اللي لازم تحطي. توابل البرياني تشريها جاهزه فيها كل شيء، بصح الاضافات هذيك الزايده انتي اللي تزيديها. ادخلي المطبخ تاعك وشتي التوابل اللي تلقيهم في طريقك كامل جيبيهم لي. انا واش لقيت عندي بابريكا اللي يكون مش حار. زدت انا مش كميه كبيره فلفل الاحمر الحار، كزبر مطحون، كركم. رغم انه توابل تاع البرياني فيهم الكركم، بصح البرياني يحب الكركم. نزيد مش كميه كبيره، ما نحبوش الصفر بزاف. وهذا هما التوابل اللي زودتهم اليوم. بعد ما حطيت التوابل هذوما كامل نخلط انايا الدجاج تاعي في هذا التوابل، نخلطو مليح حتى هاد التوابل وهاد الخلطه هذه كانت تلمس كل الدجاج. نغطيه ونحطوه في الثلاجه اقل حاجه ساعه ولا ساعتين باش يتشبع من هاد التوابل هذوما ويجينا كيما قلت لكم الدجاج بنين وطري. عذرا انا كنت نسيت الثوم، زنجبيل. كميه مليحه يعني مغرفه كبيره تكون مليانه ثوم وزنجبيل. وكما قلت لكم نخلطوا الخليط جيدا ونحطوه في الثلاجه اقل حاجه ساعتين. اذا كنتي مزروبه طبعا راكي تقدري تستعمليه مباشره، بصح من الاحسن انك تخلي الدجاج في التوابل يقعد على الاقل ساعه ساعتين. وهنا في قدره واش حطيت زيت زيتون، اي زيت متوفر عندك. وحطيت السمن، تقدري تستعملي السمن وحده، تقدري تستعملي الزيت وحدها، تقدري تستعمليهم في زوج المتوفر عندك في البيت. وشي هو الكميه تاع الزيت او الدهون تكون شويه زايده على المعتاد، يعني اللي مالفين نستعملوه في القدره تاعنا. نحط زوج حبات بصل كبار، البرياني يحب البصل. زوج حبات بصل كبار ونخليهم يتقلاو كيما راكم تشوفوا البصل كيف راهو يتقلى. البرياني من اسراره، شتي من اسرار البرياني ومن اهم الحاجات باش البرياني تاعك يطلع مليح وكيما الناس تاع باكستان تقليه، هي اهم نقطه. كي تبدا يتقلي النار ما تنقصيهاش نهائي، خليها ديما عاليه. وشتي هاد الفلساق هذا كيما تعودي تقلي وتلصق لك، ما تقوليش البرمه تاعي تحرقت والماكله تحرق. هذه من اسرار نجاح البرياني. شوفوا انا البصل، شوفوا حتى نعاد هنا القدر بدا يلصق بهذه الطريقه. هذه في المرحله هذه انا واش ندير؟ نضيف الطماطم تحبي تضيفي طماطم تقصيها مكعبات، تحبي ديري كيما راني ندير انا الطماطم نحطها كيما هكا، نقصها نصاص ونخليها تذوب. من بعد القشره تاعها تجيني سهله اني نحيها.
كي تنحى منها القشره نحيها، ما نخليهاش في القدر. اذا القشره انت بالنسبه لك عاديه تاع الطماطم يعني تستعمليها عادي، الوغ قصي الطماطم تاعك مكعبات صغيره وخليها تتقلى مع البصل تاعك. عطيو التقليه وقتها، اهم حاجه في البرياني هي التقليه هذه. انا جارتي نهار اللي شفتها طيب في البرياني كنت حسبتها نسات البرمه، نسات تحرك. قلت انا ماكلتها تحرقت ولا حكمتها بالهضره وهي نسات الطياب تاعها والماكله تاعها تحرقت. قلت لها روحي شوفي القدر تاعك راهو تحرق. كي شافتها حركتها هكا شويه وخلاتها تزيد تكمل. من بعد قالت لي البرياني من الاسرار النجاح تاع البرياني هي التقليه هذه. الوغ النقطه هذه مهمه جدا. والبرياني راهو فيه انواع واشكال كيما احنا مثلا طعام الكسكسي تاعنا تاع الجزائر فيه انواع واشكال من بلاد لبلاد. كل بلاد عندها الميزه تاعها وكل بلاد عندها الطابع تاعها وكل شخص عنده اللمسه تاعو. هما ثاني البرياني بالنسبه لهم بهذه الطريقه كيما هكا نضغط، مجرد نضغط ها القشره تنحى. وكيما راكم تشوفوا بعد ما وصل لهذه المرحله يعني تقلى مليح وكلش، نزيد له ملعقه تاع طماطم مصبره ونزيد التوابل عندي هنا ورق الغار، الرند، حب الهيل، شويه تاع قرنفل ونجمه الارض وحود قرفه. توابل حنا حطينا اوريدي توابل في هذاك الدجاج، يعني هاد التوابل هذوما كافيين كما راكم تشوفوا. ونخليها تقلى شويه ونرجع لكم. وبعد ما تقلى زدت الدجاج اللي كنت تبلته في الاول، دركا نخلطه ونخلي الدجاج تاعي حتى يستوي. نقوي شويه النار، نقصتها درك. نخلي الدجاج تاعي حتى يطيب مليح. انا الدجاج تاعي قرب يستوي، نزيد له فلفل حلو. كما قلنا هذا الفلفل الحلو هذا عفوا اختياري. تقدري هنا في المرحله هذه هو يعني الفلفل الحلو الاحمر هذا يمد طعم مميز جدا في البرياني. بصح تقدري تزيدي مثلا بطاطا تقليها وتحطيها، تقدري تزيدي جلبانه، جزر، تقدري ما تزيدي حتى اضافه دجاج وحده فقط. بصح الفلفل الحلو هذا كي تزيديه في الصوص راهو يمد صح طعم مميز. ما استوى الدجاج تاعي حطيت الكميه هذه تاع نعناع ونحط كميه معتبره تاع دبشه كورياندر كزبر، كميه مليحه تاع كزبر. وطفي النار وخلاص هكا طابت لاصوص. اوكي، والقدره تاعي هنا طيب. نجهز انا نحط قدره تانية نحط فيها الماء باش يغلي. الماء هذا نكهو، نحط ورق الرند، حبيبات حب الهيل، حبيبات بركه، وحبيبات تاع كمون حب مش بزاف، ليمون مجفف. تقدري تستبدليه بعصير ليمون طازج، انا راح نستعملهم الاثنين، وشويه ملح. كيما بعد ما غلى الماء حطيت الرز، رز بسمتي. يعني حاولي تخيري نوعيه الرز المليحه، بسمتي طبعا هو انسب رز البرياني. بس اذا ما توفرش عندك الرز بسمتي تقدري تستعملي رز ثاني، بس هو انسب رز هو البسمتي. نخليه يغلي ويطيب، نقص عليه دركا النار. كي يعود يغلي نقص النار ونخليه يطيب 60%. كيما راكم تشوفوا ها هواتكي الرز تاعي بعد ما صفيته. كيما راكم تشوفوا ها هواتكي كل حبه وحدها الحمد لله. يجي ناقص طياب شويه 60-70%، يعني مش مستوي استواء تام، ناقص طياب شويه برك. هنا في القدر حطيت طبقه من الرز، وبعدها نحط طبقه من الصوص تاع الدجاج اللي حطيته اللي طبخته ونغطيه بالرز. طبقة تاع رز اللي طبخته
وهنا بعد ما حطيت الطبقة هذيك تاع الدجاج وشوية من الصوص أصلًا تكون نشفت، يعني كي طيب الدجاج تنشف، درك نغطيه بالرز. هنايا عندنا الماء ورد، تقدري تستبدليه بالماء الزهر، تقدري تستبدليه بالماء عادي، تقدري تستعملي شوية حليب المتوفر عندك في الدار. كيما المرحلة هذه تقدري تستغني عليها أصلًا يعني من أساسه، بصح أغلب المحلات والناس اللي يديروا البرياني يستعملوا هاد المرحلة هذه تاع التلوين. أنايا استعملت ها هو تكي شوية تاع زعفران وكمية بسيطة ملون غذائي أصفر. بالنسبة للون الأحمر ثاني استعملت الملون الغذائي. هاد الملونات الغذائية شريتهم من محلات تاع الهنود، هما يبيعوهم، شريتهم من عندهم. ملون غذائي. وهنا فوق البرياني تاعنا الملون نحطو بطريقة عشوائية، نزيد نحط الملون الأحمر بطريقة عشوائية كما قلت لكم كمية بسيطة فقط. وهنا نشعل عليه النار ونقصها خلاص النار، وندير طاجين ما بين النار والقدر ونغطي. كيما راكم تشوفوا انا الغطاء ها هو كي غلفته بهذا، لازم الماء تاع النداء ما ينزلش على الروز ثاني. يعني تاعنا صار جاهز، وما نحكي لكمش الريحه اللي راني شميتها، الريحه الله الله. هذه هي الصفار اللي نشوفوه في الالوان اللي كي نشريو البرياني من عند المحلات. بصح البرياني شوفوا انني ذقت تاع المحلات وذقت تاع الدار، يعني صدقوني واحد الحاجه، واحد البنه، واحد الريحه، شي ما شاء الله، ربي يغفر له ويهديه اللي اختاره البرياني هذا. وهنا اللقطة الحاسمة بعد ما وجدت البرياني تاعنا، حقيقة حاجة تحفة تحفة. الريحة ما نحكي لكمش، ريحة التوابل تاع الهنود والباكستانيين، يعني ريحة التوابل تاعهم معروفة. الرز جا بنين بزاف بزاف، يعني صدقوني احسن حتى من تاع المحلات. كي تجربوا الوصفة دوك تأيدوني، لانه شوفوا كاين اكلات تقليديه اللي نطيبوها، يعني المحلات مهما يكون الطبخ تاعهم نحبوه وكلش، بس اكلات تقليديه تبقى يعني في الدار احسن. كيما احنا مثلا الكسكسي ولا الشخشوخه ولا الاكل التقليدي اللي نطيبوه في الدار، اللي ناكلوه في الدار احسن من المحلات بزاف. تبقى هذيك الاكلات الخفيفه وكلش تاع المحلات اكيد احسن منا. خليوني نذوق، راني شهيتو، انا شهيتكم في الجنه. يا خوتي واحد البنة لا تقاوم. كما قلت لكم ربي يغفر له ويهديه. هذا البرياني تاكل وما تشبعش، خصوصا مع التوابل يشهيوه كي يفتحوا الشهية، وجاي بنين. اللي قريب ليا هنايا في لندن مرحبا به يجي يتعشى معايا اليوم. وهكا نكونوا كملنا الوصفه تاع اليوم. نتمنى انها تكون عجبتكم. البرياني راك تقدروا تستعملوه مع الياقورت، ولا الياقورت الطبيعي تقص عليه خيار، ولا تحط عليه شويه نعناع وتاكل به، او تاكليه كيما راه هكا. هكا وصلنا لاخر الوصفه. نتمنى اذا عجبتكم لايكاتكم للفيديو، اشتراككم في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومع السلامة مع فيديو تاني. السلام عليكم.